أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. لقاؤنا اليوم مع رجل له خبرة طويلة امتدت عبر 25 عاما في تنفيذ وتطوير صناعة الأسمدة وإنتاج الأمونيا في مصر. وفي عام 2017 تولى منصب المدير التنفيذي لشركة INB الألمانية في مصر، وكان له دور رائد في تطوير أعمال الشركة بمصر، حيث تعاونت مع شركة سيمنز في تنفيذ 3 محطات كهربائية عملاقة. ومؤخرا اتجهت الشركة لدعم إنتاج الطاقة النظيفة باستخدام الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. إنه المهندس علاء كمال، المدير التنفيذي لشركة INB. وبرحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا بيك منورين شركه INB، وشكرا ليكم للاستضافه، واهلا بيك وساده المشاهدين. اهلا بيك. في البداية لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهدين بشركة INB الألمانية والفرع الرئيسي هنا في مصر لحضرتك بترأس إدارته. احنا شركه INB شركه الماني موجوده من اكثر من 35 سنه في المانيا. بتشتغل مينلي في التصميمات الهندسيه بالذات لمحطات الكهرباء والصناعه. ابتدينا في مصر سنه 2017 تحت اسم INB ايجيبت، عشان نساعد شركة سيمنز في تنفيذ مشروعات الثلاث مشروعات بتاعتهم في مصر الكبار، برولوس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة. ودي كانت بالنسبة لنا يعني أهم شغل ابتدينا فيه في مصر. كانت بداية موفقة الحمد لله، وعملنا معاهم شغل كويس قوي، واحنا لحد النهارده انجيج معاهم، مش شغالين معاهم في الصيانة والتشغيل بتاع الثلاث محطات ومحطات تانية برضو من شركة سيمنز. فدي كانت البداية بتاعتنا في مصر. لو اتكلمنا عن التحديات والفرص التي تواجه تطوير ونشر الهيدروجين الأخضر في نطاق واسع. والله الموضوع ده موضوع كبير جدا، هو موضوع الساعة زي ما الناس ما بتقول عليه. ده موضوع كبير ومحتاج حلقات عشان نقدر نتفصل فيه. بس السؤال الأولاني هو إيه الهيدروجين الأخضر؟ الهيدروجين الأخضر هو هيدروجين، ما فيش فرق بين الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الرمادي والهيدروجين البينك وألوان كتير. هو نوع واحد هيدروجين. هو هيدروجين H2، ما فيش مشكلة. إنما هي الألوان جت من طريقة استخلاص الهيدروجين ده. فلو حضرتك بتستخلص الهيدروجين ده من الغاز الطبيعي فبيبقى هيدروجين بيسموه الرمادي، لان في كميه كبيره جدا من ثاني اكسيد الكربون بتطلع في الجو نتيجه استخلاص الهيدروجين من الغاز الطبيعي. لو حضرتك بتستعمل الميه بالتحليل الكهربائي فما بيطلعش اي غازات كربونيه، بيطلع اكسجين بالعكس، فبيسموه الهيدروجين الاخضر. فده بالنسبه لنا هو اقيم واحسن واغلى واحسن برودكت، الهيدروجين الاخضر ده. لو بينك او لو البينك بيسموه البينك ده لو انت مستعمل كهرباء بالتحليل الكهربي برضو بالميه، بس مستعمل كهرباء جايه من المحطات النوويه. فبالنسبه لنا الالوان جميله وكل حاجه، انما في الاخر الهيدروجين هو هيدروجين، ولازم نشوف احنا ايه احتياجاتنا من الهيدروجين وايه احسن قيمه اقتصاديه نقدر نستفيد بيها في مصر في الموضوع ده. مهندس علاء، لو اتكلمنا عن أفضل الطرق لتخزين ونقل واستخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات المختلفة مثل الصناعة والنقل والكهرباء. طيب انا خليني ابتدي 60 سنه ورا فاتوا. 60 سنه ورا فاتوا مصر من اوائل الشركات البلاد في العالم اللي عملت لاول مره الهيدروجين الاخضر. سنه 60 كان الرئيس جمال عبد الناصر افتتح اول مصنع في العالم بانتاج تجاري لكميه الهيدروجين الاخضر في اسوان، في كيما، في شركه كيما في اسوان. والمصنع ده موجود لحد دلوقتي، وللاسف تم توقف عن العمل في 2018 2019، وابتدى كيما 2. بس كيما 1 هي كانت هيدروجين، وهي كانت اكبر مصنع لحد النهارده. يمكن الصين الايام اللي فاتت دي ابتدوا يشتغلوا محطه 350 ميجا في الصين، بس لا تقارن بال 240 ميجا اللي كانت موجوده في مصر من 60 سنه. فطبعا احنا لنا باع طويل كمصر في تنفيذ الهيدروجين، في انتاج الهيدروجين الاخضر، وعمله في انتاج الامونيا الخضراء والاسمده. الهيدروجين الاخضر عشان تنقله، الهيدروجين صعب نقله، يعني نتيجه ان هو مشتعل، ونتيجه ان انت عشان تنقله لازم تحطه في صوره سائله، فمحتاج طاقه عاليه عشان تضغطه وتبرده عشان يوصل لناقص 250 عشان يبقى ليكويد، فمحتاج طاقه كتيره جدا. فانسب طريقه لنقل الهيدروجين هي بايب لاينز. طبعا بايب لاينز لو انت بتصدر ما بين مصر واوروبا واشياء، فما طبعا البايب لاين ده موضوع مكلف ومش براكتيكال، مش ممكن تقدر تعمله. انما في الانسب ان انت تحوله لمنتج تاني. فالعالم كله دلوقتي بيتكلم على الهيدروجين الاخضر انه يتحول امونيا خضراء، يا اما يتحول لميثانول، يا اما يتحول لميثين،
يا اما يتحول لحاجه او يستخدموا حاجه تانية بيسموها LOHC اللي هو ليكويد هيدروجين او ليكويد اورجانيك هيدروجين كارير، بحيث ان هو يمتص الهيدروجين وتوديه اي بلد تانية وتستخلصه وترجع تاني الليكويد كارير ده، تفضل تنقله كده من مكان لمكان. بس طبعا المواضيع دي كلها محتاجه لسه التكنولوجيا، بدايه التكنولوجيا، فمحتاجه شويه وقت عبال ما الامور تبقى تخش في الانتاج التجاري او الحجم التجاري لاستخدام الهيدروجين الاخضر في العالم كله. اعزائي المشاهدين هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس علاء كمال، المدير التنفيذي لشركه INB مصر. برحب بحضرتك مره ثانيه يا فندم. اهلا يا فندم، اهلا بيك سيد. لو اتكلمنا عن المبادرات والشراكات الدوليه التي تسعى لتعزيز التعاون والابتكار في مجال الهيدروجين الاخضر. اكيد دي حاجه مهمه جدا، ومصر بالنسبه لموقعها وبالنسبه للي بيحصل فيها الايام دي طبعا حاجه خيال اللي احنا بنشوفه بيحصل في مصر. انما الهيدروجين الاخضر محتاج لسه شويه ترتيبات عالميه، لان اهم حاجه للهيدروجين الاخضر لازم يبقى عندك مستهلك او راجل يقدر يشتري منك الهيدروجين الاخضر. احنا بالنسبه لمصر طبعا احنا تارجت اوروبا بالنسبه لنا السوق الاهم بالنسبه للهيدروجين الاخضر. انما واضح ان اوروبا لسه عندها شويه مشاكل نتيجه اللي حصل في روسيا اوكرانيا والكوفيد 19. طبعا الموضوع اتاخر شويه، هم كانوا المفروض يبتدوا 2020 طبعا مدوها شويه ل 2024 24 دلوقتي دخلت في 2026. فحتى هم حتى السي بام اللي هم بيقولوا عليه اللي هو الكربون بوردر ادجستمنت ميكانيزم اللي هم هيبتدوا يابلاي من 2026، هيحطوا تاكس على كل المنتجات اللي بتخش اوروبا فيها هيدروجين اكتر من البنش مارك اللي هم هيحددوه لكل منتج. فالموضوع محتاج لسه شويه في اوروبا شويه وقت، ومحتاجين احنا برضو لازم نشوف ايه الالترناتيفز اللي عندنا وايه البدايل اللي عندنا في مصر ان احنا خلينا نخش في انتاج الهيدروجين بغض النظر عن التصدير لاوروبا. لو اتكلمنا عن افضل الممارسات والسياسات التي تحفز انتاج واستهلاك الهيدروجين الاخضر بشكل فعال ومستدام. اول حاجه السبورت بتاع الحكومه يعني سوري، الحكومه لازم تدي يعني سبورت جامد للمستثمرين، لان بتتكلم في ارقام كبيره جدا، يعني مليارات الدولارات عشان تخش تستثمر. والاستثمار الاكبر بيبقى في الجرين انرجي، يعني ان انت تعمل محطات رياح او تعمل محطات سولر. ده طبعا بيبقى هو ده البالك بتاع الاستثمار، وده بغض النظر عن انت هتستعمله كهيدروجين او مش هيدروجين. ده التوجه في مصر ان هم 2030 لازم يبقى 40% من الميكس الانرجي ميكس بتاعت مصر تبقى على الاقل رينيوبل. فلازم المستثمرين والحكومه تدي انسنتيف مور للناس المستثمرين الجادين ان هم يبتدوا يعملوا محطات كهرباء سواء سولر او ويند. بس في نفس الوقت الاثنين دول مع بعض مش كفايه، لازم يبقى في عندنا توجه لتخزين الكهرباء، لان حضرتك عارف ان الامم المتحده قالت الSGD بتاعتها لازم يبقى في حاجات كهرباء تكون ريلايبل افوردبل سستينبل ومودرن. فطبعا الاربع حاجات دول لازم تحقق. الويند والسولر عشان تبقى ريلايبل 24 ساعه، فالسولر ديفنتلي هم 10 ساعات او 12 ساعه ماكسيمم في اليوم. الويند برضو مش 24 ساعه حسب الرياح اللي موجوده. ايه اللي ينقصنا لتحقيق هذه الاهداف؟ السياسه الحكومه، ان احنا مأخرين قوي الاستورج. كانوا بيتكلموا زمان على البامب اند ستورج، بحيث ان تستعمل الكهرباء بتاعت الشمس بالنهار وتطلع وتضخ بيها ميه في عتاقه، في جبل عتاقه مثلا، وبالليل تنزل الميه دي تقوم تطلع كهرباء. الاستورج عندنا متاخر قوي، فالميكس عندنا هيبقى مش مظبوط لو احنا مش هنخش في الاستورج. الهيدروجين ممكن يبقى ستورج، يعني ممكن احنا نستعمل الهيدروجين كبديل للبطاريات وكبديل لمحطات البامب اند ستورج اللي هم كانوا بيتكلموا عليها، وللاسف انا مش عارف هي ليه متاخره لحد دلوقتي. مهندس علاء، لو اتكلمنا عن دور الهيدروجين الاخضر في تحقيق اهداف اتفاقيه باريس لتغيير المناخ والحياد الكربوني. طبعا هو ده الحل الوحيد، بس للاسف الشديد برضو
زي ما بيقولوا الديترمينيشن بتاع العالم، لازم العالم يبقى كله ايد واحده ان هو يبتدي يغير الفوسيلز او الغاز الطبيعي والاويل للهيدروجين. انما واضح دلوقتي برضو ان لسه الايرا دي ما دخلتش علينا، او الزمن ده لسه قدامه شويه، لان لسه احنا بندور على الاويل وبندور على الغاز في كل الدنيا، والناس بتصرف مليارات عشان تدور على غاز جديد وتدور على ابار بترول جديده، لان ده اسهل طريقه دلوقتي. وانا لا الوم الدول اللي عندنا في افريقيا واحنا كبلاد عربيه ومصر طبعا، ان احنا لازم نستغل الثروه الطبيعيه بتاعتنا بغض النظر. اوروبا قعدت تستغلها 70 80 سنه وما شاء الله هم بقوا زي الفل، فاحنا لازم برضه احنا نستغل الطاقه بتاعتنا. مش هينفع ان احنا نقول لهم خلاص احنا هنسيب كل ده ورانا ونبص للشمس والهواء. عندنا حاجات اكتر نقدر نستفيد منها. احنا عندنا ميزه كبيره ان احنا عندنا صحراء كتيره جدا، فنقدر نحط فيها سولار بانل كتيره ونقدر نولد كهرباء. وعندنا ناس بتفهم، وعندنا ناس اكسبيرينس عاليه جدا وسكيلز عاليه جدا في المجال ده. فطبعا مصر محوريه في المنطقه دي ديفنتلي، لازم نستغل الموضوع ده. اعزائي المشاهدين هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس علاء كمال، المدير التنفيذي لشركه INB مصر. وبرحب بحضرتك مره ثانيه يا فندم. اهلا يا فندم، اهلا بيك سيد. حدثنا عن دور شركه INB في انتاج الهيدروجين الاخضر. والله يمكن الدور ده يمكن يكون واضح زي ما حضرتك شايف. احنا اول شركه دلوقتي في مصر قدرنا نوصل نجيب الديمو يونت اللي بيطلع هيدروجين ده، وقدرنا ان احنا برضو في خلال المؤتمر الهيدروجين سامت اللي اتعمل في مصر من اسبوع عن طريق شركه هيدروجين ايجيبت، اللي هم يعني نفذوا المؤتمر ونظموا المؤتمر. قدرنا نقدر نعرض الجهاز بتاعنا. ده جهاز فعلا ديمو 1 تو 1. اوكي طب مش سكيل 1 تو 1، بس اتليست هو بيطلع هيدروجين. بيستعمل ميه بس وكهرباء، وطبعا في انفرتور جوه عشان يستعمل الكهرباء العاديه اللي كهرباء مستمره زي البطاريات. واحنا مع شركه صيني. الشركات الألمانية للأسف الشديد مشغولين في مشاريع كبيرة في السعودية وفي شركات تانية، لكن التكنولوجي الصيني لا تقل بل تزيد عن التكنولوجي الألماني، لأن هي هم ناس تقدموا جدا في موضوع السولر وموضوع الويند وموضوع الالكتروليزس، تحليل المحللات الكهربائية للمية، ويمكن عدوا الأوروبيين، وهم النهارده نمرة واحد في العالم. فإحنا بنتعاون مع شركة صيني ممكن اقول اسمها، ولا شركه كيلن. شركه كيلن احنا بنتعاون معاهم في مصر، وعندنا تعاون مع كذا شركه في مصر كبار، انفستورز كبار، و ناس بيسموهم الريل ستيتس والديفلوبرز. الديفلوبر للشركه لمناطق صناعيه في مصر، وناس مستثمرين كبار في مصر، ان احنا نعمل اول مصنع في مصر ينتج المحللات الكهربائيه او الالكتروليزس في مصر. على الاقل في بدايه 40 او 50% هيبقى لوكال كونتنت، حاجات من مصر دايما. هو بس شويه الحاجات اللي هي الالكترود والكاثود والانود والحاجات اللي جايه فيها شويه تكنيك عالي شويه، انما في المستقبل لازم هنعملها برضه في مصر ان شاء الله، ونبقى من اوائل الناس اللي في الميدل ايست وفي افريقيا بننتج الاجهزه بتاعه المحللات الكهربائيه باذن الله. مهندس علاء بخبرته في مجال الكهرباء والطاقه، شايف مصر فين من انتاج الهيدروجين، وبتحلم في المستقبل تكون فين؟ والله انتاج الهيدروجين في مصر طبعا يعني حاجه جميله جدا. زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا 60 سنه خبره في موضوع الهيدروجين. مفيش حد في افريقيا ولا العالم عنده نفس الخبره، ولا دار مصنع بالحجم ده في العالم. فاحنا عندنا الخبره وعندنا الصيانات وعندنا كل الناس اللي تقوم بالموضوع ده. انما هي المشكله الكبيره دلوقتي ان حضرتك بتتكلم في مبلغ كبير جدا للمستثمرين ان هم يحطوه في البلد، ولازم يبقى فيه اوف تيكر. فما فيش بنك هيحط فلوس كفند للمشروع الا اذا كان عارف اذا كان المنتج ده هيتباع لمده 25 30 سنه جايين، بحيث ان المستثمر يقدر يسدد فلوس البنوك. احنا لسه في الحته دي عندنا مشكله، في مش بس في مصر، في العالم كله، ان الاوف تيكرز مش واضحين.
في محتاجين شويه وقت، ولسه التكنولوجي برضو بالذات للجرين امونيا الكراكنج. هم اوروبا كلها عايزه تستعمل الجرين امونيا، والناس كلها بتتكلم عن موضوع الجرين امونيا كانه كارير للانرجي، بحيث ان الهيدروجين يروح لهم على طريق امونيا، وهناك يكسروا الامونيا دي تاني، بيعملوا كراكنج، والكراكنج ده بيفصل الهيدروجين عن النيتروجين، ويستعملوا الهيدروجين كانرجي، يستعملوه بقى في انتاج اي حاجه، كهرباء، في صناعه. انما الكراكنج سيستم ده لسه في سكيلينج اب، لسه ما وصلش للمرحله النهائيه بتاعته. والستورج كاباسيتي عندهم في اوروبا برضو لسه الموضوع فيه شويه وقت، فاحنا محتاجين شويه وقت لسه. اعتقد ان احنا بنتكلم في 2032 عبال ما يبقى في سوق كبير للجرين امونيا والجرين هيدروجين في العالم، وفي اوروبا بالذات بالنسبه لمصر. مهندس علاء، كيف تحافظ على جودة منتجاتك وخدماتك في ظل المنافسة الشديدة؟ والله اول حاجه طبعا الكواليتي، والناس طبعا اهم حاجه ذا رايت مان ذا رايت بليس، دي مهمه جدا، رايت بوزيشن. فالناس عندنا ما شاء الله يعني كلهم سكيلز، بنعمل كل الدورات التدريبيه المطلوبه ليهم. احنا من اوائل الناس سيمنز اصرت ان احنا ناخد حاجه اسمها سستينابيلتي اوديت سيرتيفيكيشن، واتعمل لنا سستينابيلتي اوديت، واخدنا شهاده الحمد لله، ورينيود لاست يير، وعندنا كل الايزو سيرتيفيكيشن. فاحنا بنحاول نبقى اب تو ديت، وطبعا احنا لازم تو ابلاي الجيرمان ستاندرد عشان شركه الماني، بس بالنكهه مصريه يعني فربنا يسهل ان شاء الله، والامور تبقى احسن كتير بالنسبه لنا ان شاء الله. لو اتكلمنا عن أهم التحديات التي تواجهها في مجال الأتمتة الصناعية في السوق المصري. والله التحدي الكبير للاسمده المصريه، مصر السوق بتاعها، احنا بننتج حوالي اكثر من 8 مليون طن اسمده في السنه. استهلاكنا في مصر حوالي 4 وشويه، فعندنا نص تقريبا الكميه دي بتتصدر مينلي لاوروبا. واوروبا زي ما قلنا هيبتدوا يحطوا الحياد الكربوني والتاكس عليها والضرائب من بدايه 26. السنتين اللي فاضلين دول وقت قليل جدا ان انت تقدر تعمل فيهم اي اندستريال سوليوشن عشان تقدر تخلي الانتاج بتاعك متوافق مع الريكوايرمنت بتاعت اوروبا في الحياد الكربوني. فاحنا لازم ناخد اكشن سريع جدا، ان احنا ممكن نستعمل الهيدروجين ده لوكالي في مصر بسرعه جدا، مش محتاجين تصدير ومش محتاجين اوف تيكر، ان احنا نستعمله، ان احنا نعمل حاجه اسمها كابشر للسي او 2 ويوتيلايزنج اللي هي سي سي يو. في بلاد تانية بتعمل سي سي اس كابشر، سي او 2 كابشر اند ستورج، بيدفنوا الهيدروجين في ابار البترول بحيث ان هم يعملوا لها اكتيفيشن، فالكربون بيتحبس في الارض تحت، فدول بيقدروا يقللوا كميه الكربون اللي طالعه في الجو. انما احنا في مصر بالنسبه لنا الموضوع هيبقى صعب شويه، لان ابار البترول بعيده قوي عن مصانع الاسمده في مصر. فمصانع الاسمده لازم تقدر تستعمل الهيدروجين الاخضر، نتيجه بقى يجيبوا باور وجرين باور ويعملوا هيدروجين اخضر، ويستعمل الهيدروجين ده في الكابشر بتاع الكربون، ويقدروا يصنعوا منه ميثانول. والميثانول ده له سعر طبعا. شفت لسه القناه الهيئه الاقتصاديه قناه السويس لسه محتفلين ان هم عملوا بانكرينج، عملوا فيولينج لاول مركب في العالم بالجرين ميثانول. فده طبعا بالنسبه لنا احنا هنبقى بلد عندنا انتاج ميثانول داخلي. هو مش هيبقى اخضر قوي، انما هيبقى بلو مثلا او حاجه، لان انت بتستعمل هيدروجين اوريدي كان طالع في الاكسجين طالع في الجو. عشان تبقى بلو ميثانول لازم تاخده من البايو ماس او تاخده من الاير سيبريشن سي 2، بس طبعا ده لسه هيبقى صعب شويه. انما ديفنتلي احنا لازم نخش في موضوع الكابشر بتاع سي 2 في مصانع الاسمده، عشان نقدر ننتج منتج جديد ميثانول، ونقدر نحيد الكربون عندنا، بحيث ان الاسمده بتاعتنا تخش اوروبا من غير ما يبقى عليها بردن عالي من التاكس. لو اتكلمنا عن الاستراتيجيه اللي وضعها المهندس علاء كمال لتوسيع نشاطات شركه INB في مصر والشرق الاوسط. احنا ابتدينا انجينيرنج وسبورتنج لسيمنز من سنه 2017. النهارده احنا ابتدينا نتوسع في موضوع الجرين باور، وابتدينا ندخل الكونستراكشن برضه عندنا. احنا دلوقتي عندنا تيم كونستراكشن، احنا بنشتغل مع في السويس عندنا مصنع، بنركب مصنع مع شركه الرواد وشركه السويس للحديد للصلب. اول مصنع في مصر بيعمل الهاي بروفايل في مصر، ما اتحصلش قبل كده، وبيعمل انتاج ان شاء الله يطلع انتاج قضبان السكه حديد. وده لاول مره تحصل في مصر، ان احنا يبقى عندنا انتاج سكه حديد في مصر. فاحنا الحمد لله خدنا التركيبات الميكانيكيه للمشروع ده وبنركبه. طبعا هو بعيد عن الجرين، بس طبعا اتس بزنس، فاحنا بنوسع البيزنس بتاعنا في مصر. فليبيا والسعوديه احنا بنحاول برضو ان احنا نخش السوق ده، سوق واعد جدا بالذات سوق السعوديه. فباذن الله ان شاء الله. والمغرب طبعا
يعني مش جديده او مش حاجه غريبه ان احنا نقول المغرب سابقانا كتير في موضوع الجرين هيدروجين، لان هم قريبين جدا من اوروبا، فدي عندهم ميزه مش عندنا. بس احنا بنحاول نتعاون معاهم برضو باذن الله في انتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء، وهم محتاجين خبرات مصر في الموضوع ده اكيد. كيف تستفيد من التكنولوجيا الحديثة والابتكارات في تحسين أداء شركاتكم وزيادة كفاءتها؟ اكيد طبعا، كل التكنولوجيا، كل ما بتدخل تكنولوجيا اكتر كل ما بتبقى الكواليتي اعلى، كل ما بيبقى التايم سيفنج اكتر، تقدر تعمل كنترول على المصاريف، وتقدر تعمل كنترول على الكواليتي بتاعت الشغل، والناس تقدر تظبط وقتها، بتستفيد وقتها. التايم مانجمنت بيبقى اعلى كتير جدا. انما طبعا بيبقى له امباكت على كميه الناس اللي حضرتك بتشتغل بيهم، بتقلل الناس طبعا شويه بتاع. انما احنا بنحاول ان احنا تو بالانس ما بين الاثنين، احنا ندخل التكنولوجيا الالماني بالذات اللي احنا بارت منها، ونحاول برضو ان احنا نستفيد بالمصريين والسكيلز بتاعت المصريين اللي هي احسن من اي حاجه في الدنيا يعني. أعزائي المشاهدين، تعالوا معنا بتقرير وجولة من داخل أرض الواقع، من داخل معرض هيدروجين مصر، وإلقاء الضوء على مشاركة شركة INB في هذا المؤتمر الفريد والأول من نوعه على أرض مصر. فابقوا معنا. في البداية برحب بحضرتك معايا. اهلا بيك، اهلا بيك محمد، واهلا بالساده المشاهدين، وتحت امركم في اي حاجه. لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهد بالجهاز اللي احنا واقفين قدامه دلوقتي. الجهاز ده عباره عن جهاز تحليل الهيدروجين بيتكلموا عليه، اللي هو الالكترولايزس جرين هيدروجين، بيتعمل في مصر. وده جهاز بياخد كهرباء وبيحولها بالتحليل الكهربي للميه، بيطلع اكسجين ويطلع هيدروجين، بيفصلوهم عن بعض بالتحليل، وبعدين بيخش على درايرز، وبعد كده الاكسجين ممكن يستفادوا بيه في اي حاجه، والهيدروجين طبعا هو ده المنتج الاساسي اللي احنا محتاجينه عشان صناعه البتروكيميكالز وعشان صناعه الديكربونايزيشن. لو اتكلمنا عن العائد الاقتصادي على مصر من هذا الجهاز العملاق. العائد الاقتصادي لمصر دلوقتي هيبقى على مرحلتين. المرحله الاولانيه احنا محتاجين الهيدروجين ده عشان نقدر نوصل لمرحله الحياد الكربوني اللي هو الكربون نيوترال، ان احنا نقدر نخلي البرودكت بتاعت مصر بالذات في الخمس منتجات اللي الاتحاد الاوروبي حطهم على لستة الكربون كابشرز والديكربونايزيشن، والتاكس اللي هتحط عليها اللي هو الحديد والالومنيوم والاسمنت والكهرباء ذات نفسها والفيرتلايزر الاسمده. فدول الخمس الحاجات اللي احنا لازم بسرعه نحاول ان احنا نخليهم على الاقل بلو، بلاش نبقى جرين. فبوجود الهيدروجين ده معانا بنقدر ان احنا نمتص السي او 2 اللي بيطلع او الكربون اللي بيطلع في الهواء، ونقدر نحوله لمنتج تاني. فبنستفيد الحاجه الاولانيه ان احنا يبقى عندنا منتج نظيف نقدر نصدره اوروبا من غير ما يتحط عليه تاكسز، وفي نفس الوقت يبقى عندنا برودكت تاني نقدر نستعمله ونقدر نبيعه زي الميثانول. واحنا شفنا المنطقه الاقتصاديه اعلنت من فتره انها عملت اول مره تشحن مركب بالفيول الجرين الميثانول، فاعتقد ان احنا في عندنا ماركت كويس قوي للمرحله دي المرحله الاولانيه. المرحله الثانيه طبعا هتبقى اعتقد قدامها شويه وقت لما اوروبا تبقى جاهزه انها تستقبل الهيدروجين من بره اوروبا، فده هتبقى محتاجه على نطاق واسع بقى، وساعتها هنقدر نكبر جدا الانتاج بتاع الجرين هيدروجين عشان نقدر نستفيد بالاثنين فيزز اللي احنا فيهم. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير ده ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس علاء كمال المدير التنفيذي لشركه INB. وبرحب بحضرتك مره ثانيه يا فندم معانا. يا اهلا يا فندم، اهلا بيكم. لو في رساله حضرتك بتوجهها لدعوه مستثمرين اخرين للاستثمار في الهيدروجين الاخضر في مصر تقول لهم فيها ايه؟ انا عايز اوجه رساله الاول للحكومه. الحكومه لازم تبتدي في الموضوع الاول. يعني الشركات الاسمده اللي موجوده في مصر النهارده بيستعملوا الغاز الطبيعي لانتاج الهيدروجين، او انتاج الهيدروجين اللي بيتحولوا لامونيا بعد كده. بس هما ما فيش شركه في اسمده في مصر عندها حقلين غاز في البحر الابيض او عندها حقلين غاز في الصحراء الغربيه. هما في شركه بتطلع الغاز
وبيبيعوا للشركات دي، وهم الشركات دي بياخدوا الغاز ويعملوا بيه الهيدروجين. فالانفستمنت بتاعهم محدود في المصنع بتاع الامونيا وبتاع الاسمده. انما النهارده لما تيجي تطلب مني ان انا اعمل هيدروجين، وتقول لي قبل ما تعمل الهيدروجين والامونيا روح اعمل الاول سولار باور واعمل ويند، كلفك 2 3 مليار دولار عشان تعمل الكهرباء، وبعدين تدي اعمل المصنع بتاعك. طب انفستمنت عالي جدا. والحكومه في نفس الوقت هي بتعمل انفستمنت. هي احنا عندنا حوالي 7 او 8 جيجا سولار وويند فارم. طب ما نبيع الكهرباء دي للمستثمر كفيد ستوك، وتبقى شريك معاه في المصنع، وهو هياخد الكهرباء ويطلع بيها هيدروجين ويطلع بيها امونيا. هو كفايه عليه الاندستريال ده، لان هم الناس بتوع اندستريال ما لهمش دعوه بتوع باور، يعني الاثنين مختلفين عن بعض. فلازم الحكومه تحط الكونسيبت ده في اعتبارها، انها تدي المستثمر الكهرباء بسعر عاقل او سعر معقول، بحيث ان هم يقدروا يستفيدوا بالكهرباء دي من غير ما يعملوا انفستمنت عالي، ويطلعوا بيها هيدروجين وامونيا. وده الحل الامثل في الموضوع. وبرضه لازم يبقى التعريفه معقوله، الكوست بتاعت الكهرباء لازم تبقى في رقم معقول. وحاجه مهمه جدا لازم تعمل، هم بيسموها في اوروبا الكورليشن. الكورليشن ده عباره عن ايه؟ يعني حضرتك لما بتنتج كهرباء رينيوبل جرين او سولار او ويند، الموضوع ده ما بيبقاش 24 ساعه. الكهرباء بالشمس بتطلع الصبح بس، بالليل ما فيش. الويند ساعات موجوده مش موجوده. فانت لازم اكسبورت وامبورت، انت تدي فبتخزن كهرباء بالظبط. للشبكه وتاخد كهرباء تاني من الشبكه. اوروبا قالت الكلام ده لازم كل ساعه يطمنوا ان انت بتنتج جرين هيدروجين، وده جرين باور، وده مستحيل لان انت في كل ساعه مش ممكن. فهم يعني عرفوا ان هم مش ممكن يقدروا اكسبت الكلام ده، فعملوا كل شهر. فانت كل شهر ممكن تقدر تعمل الحكايه دي، بحيث ان انت تقدر تدي كهرباء، بتنتج كهرباء كتير بالنهار، وبالليل تاخد الكهرباء من الشبكه. بس ده برضو محتاج من الحكومه انها تتفق على الويلنج والستورج، الاسعار بتاعت الكلام ده ما تبقاش مبالغ فيها، عشان الناس تقدر تنتج هيدروجين. وده في الاخر هو ده اللي احنا عايزينه في البلد، ان احنا ننتج هيدروجين وندخل الصناعه دي في مصر على نطاق واسع، بحيث ان احنا نبقى من الهب بتاعت الباور او الانرجي في العالم كله ان شاء الله. دي رسالة للحكومة. لو الرسالة بقى اللي للمستثمرين لدعوتهم للاستثمار في الهيدروجين الأخضر. انا اقول لهم مصر جميله، على راي الفنان المشهور اللي كان محمد، مش فاكر اسمه ايه، محمد كان بيقول مصر جميله. مصر جميله، مصر فيها كل الريسورسز، مصر فيها السوق، مصر فيها الناس اللي تقدر تستفيد بيهم، مش محتاج تجيب اكسبرت من اي مكان. مصر جاهزه انها تستقبل المستثمرين. انت بس كل اللي عليك ان انت تيجي سيريس، تيجي راجل عندك مصداقيه ان انت عايز تحط فلوس في مصر، وتعمل مصنع انتاج الهيدروجين وانتاج الامونيا. واكيد الحكومه هتقف معاك، ولازم تطمن ان انت تطلع فلوسك، ان انت تجيب فلوسك، تطمن البلد ماشيه في اتجاه كويس الحمد لله. وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن كتير، وان شاء الله خير باذن الله. لو في كلمة أخيرة بتوجهها للعاملين بشركة INP تقول لهم فيها إيه؟ والله اي ام بي، انتوا اللي عملتوا اي ام بي وما نقدرش نستغنى عنكم. واي ام بي واقفه بمجهودكم وباصراركم ان انتوا تكبروا الشركه، وان شاء الله اللي جاي كله هيبقى احسن كتير. واحنا بنحاول ان احنا نكون عند حسن ظنهم كاداره وكالمان. طبعا الشركه الالمانيه في المانيا بتدينا سبورت ما شاء الله يعني كويس جدا، وان شاء الله يبقى في مجالات كتيره في المستقبل، ونكبر اكبر واكبر ان شاء الله باذن الله. كلمة توجهها للدكتور شاكر وزير الكهرباء. يبص لنا شويه في موضوع الكهرباء والتعريفه بتاعت الجرين هيدروجين والاستورج. الاستورج ده مهم جدا يا دكتور شاكر، وانا كنت مره قابلته للاسف بس ممكن ما يفتكرش معايا. انا دلوقتي برضو نائب رئيس الغرفه الالمانيه في مصر، وبنقابل كتير مع وفود المانيه ومع وزراء بيجوا من المانيا، بنقابل وزير البترول وزير الكهرباء. وموضوع الهيدروجين طبعا حضرتك عارف مهم جدا بالنسبه للالمانيا. فان هم لازم يحتاجوا ان هم يفكروا ان هم يدوا كهرباء بسعر معقول للمستثمر، بحيث ان هو ما يعملش الاستثمارات المطلوبه العاليه دي. تاني حاجه يبقى سعر الكهرباء معقول، والويلنج والستورج اللي قلنا عليه اللي هو التخزين والنقل للكهرباء يبقى في الشبكه المصريه. والجرين كوريدور اللي هم بيتكلموا عليه من زمان، ان هم يعملوا شبكه منفصله للجرين باور. مش شايفين الامور دي لسه على الطبيعه على الارض، يعني ابتدت تتنفذ. بس ان شاء الله يبقى في
دفع للامام. بالظبط، دفع ان شاء الله باذن الله. مهندس علاء كمال المدير التنفيذي لشركه INB، انا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع. اهلا بيك، شكرا جزيلا ليك والاستضافه، وانا سعيد جدا باللقاء، وان شاء الله يعني يكون في استفاده للمشاهد وشكرا جزيلا ليك. اهلا بيك في INB. وفي نهاية حديثنا بنشكر ضيفنا وضيفكم الذي أمتعنا بحديثه الشيق، وانتظرونا في الحلقة القادمة من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. شكرا لكم وإلى اللقاء.